شكل يطلق عليها وسط الدار، والتي توجد بالطابق السفلي للبيت. هذا وسط الدار قد يكون في وسطه نافورة مثلا خاصة، وقد لا يكون. ثم هذا المربع يكون فيه في جوانبه ما يعرف بالبيوت، البيت، لأن هذا الاصطلاح خاص بمدينة تطوان. يعني الغرف التي تكون في الطابق الأسفل يطلق عليها البيوت، جمع بيت. البيت يكون هذا من الأماكن التي تجري فيها الحياة العائلية اليومية، من أكل وجلوس ممارسة الحياة اليومية. ويتكون وسط الدار من المقعد والبرطال والصالة، وفي معظم البيوت تكون هناك سقاية تسمى ببرطال الماء، حيث يوجد قوس مفتوح على صهريج الماء الجاري يؤنس سكون البيت. في واجهة المقعد توجد نافذة مزخرفة تكون في أغلب الأحيان مغلقة ترص عليها التحف، أهمها زاجة نوار، وهي تحفة فنية تستورد من الخارج كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وهي ذات قيمة في شكل قبة من زجاج خفيف بداخله باقة من الزهور والفواكه الاصطناعية لا يخلو بيت تطواني منها. قد تكون هناك مثلا زجاجتان من هذا النوع، وتتوسطهما ساعة أيضا رفيعة القيمة. كل هذا كان يستورد من الخارج. معلوم أن أهل تطوان كان منهم كثير من السفراء ومن الأمناء ومن المسؤولين في الدوائر العليا، فكانوا يسافرون، وكان من أهل تطوان كثير من التجار الذين يتاجرون مع البلاد الأوروبية، فكانوا غالبا ما يأتون بهذه التحف ويزينون بها دورهم وبيوتهم. الطابق العلوي للبيت التطواني العتيق يشتمل على غرف، وهي أمكنة تتلخص فيها الحياة الخاصة لكل فرد من العائلة، والتي يتعايش أفرادها من جيل إلى جيل داخل البيت الواحد. البيت العتيق ليس هو البيت الممل الذي ترفضه الأذواق أو ترفضه العيون أو المجرد من الأذواق. بالعكس، البيت العتيق هو فسحة ومتعة لساكنته، لأنه عبارة عن فضاء، وهذا الفضاء متسع تطل عليه أبواب الغرف وأبواب المرافق. أيضا هو فضاء لاجتماع الأسرة بكاملها. لماذا؟ لأن الأسرة المغربية، وما زال الشأن بها في كثير من الأحياء إلى يومنا هذا، أنها تتوارث هذا البيت. الابن يتربى في البيت، البنت وحدها هي التي تخرج من بيت أمها وتذهب إلى بيت زوجها. أما الذكور فحينما يتزوجون يبقون ملتصقين بهذا البيت. كبرنا هنايا وتربينا هنايا، وهذه دار تبارك الله من القرون التاسع عشر اللي ازددنا فيهم وتكبرنا عليها، والحمد لله حنايا راضيين بهذا الوسط وراضيين بهذه العائله وراضيين بالوالدين ديالنا اللي كبرونا فيها واللي عطونا فيها تبارك الله، واللي جوجونا فيها، واللي خرجنا من دارنا وكبرنا فيها وخرجونا تبارك الله بالاعراس ديالنا تبارك الله. واحد الشيء ما يتصور. وهذه دار كنفتخروا بها، دار الوالدين، ها هي كل شيء بغيت عينكم. وفي هذا الطابق وبحسب مساحة كل دار تتاح الفرصة للحديث عن الغرفة بالخراجة، وهي غرفة مزدوجة بشكل مستطيل تنفتح على غرفة أخرى مرتبطة بها، وكلاهما يتميز بخصوصية تتعلق بالأثاث والوظائف. بيت بالخراجة عندما يكون بيتا مزدوجا. ولماذا الخراجة؟ لأنه أنتم تعلمون جيدا بأن البناء في خلال القرن السادس والسابع حتى القرن الثامن عشر كان من الصعوبة بمكان أن تجد جيزة من فئة 6 أمتار أو 7 أمتار،
فكانت من يعني المهندس التطواني او المهندس المغربي كان يقسم البيت الى قسمين. ان كان مثلا سعته 6 امتار يقسم يعني هناك سهوله في وجود جيزه خشبيه من نوع 3 امتار على ان تجد جيزه خشبيه من نوع 6 امتار. ومن هنا جاءت هذه التقنيه المعروفه بالبيت بالخراجه. وعاده هذا البيت بالخراجه كان يستغل ما يعرف بالممرات العموميه المعروفه عندنا هنا في تطوان باسم السباط. لهذا نجد كثير من الاسماء عندما في تطوان اسماء بعض الاحياء بسباط العدول او سباط الركينه او سباط الديس وغيرها. الناس لا يعرفون ماهيه او ما معنى السباط. السباط هو عاده هو ممر مسقف، وهذا التسخيفه هي التي تعطينا بيتا بالخراجه. أثاث البيت التطواني العتيق يتميز بالتنوع والفخامة، فداخل الغرفة التطوانية القديمة نجد مع الفريش الحنية التي يحيط بها السرير المعروف بالناموسية من جهة، وصندوق شوار من الجهة الثانية، والذي عوض بخزانة ترص فيها التحف. الكسوة الناموسية، هذيك الناموسية ديال الصفار، النحاس الأصفار، كتكون مكسوة بكسوة معينة أيضا من الثوب الرفيع من القماش الجيد، وعندها واحد الخاصية، واحد اللباس خاص، وكيكون عندها واحد الحاف من فوق، والواجهة كتكون ملمطة بما يعرف بالتعجير. التعجيرة هو واحد الثوب حريري خالص أصفر اللون، وكيكون فيه واحد الطرز معين هو طرز التعجير، نسميه بهذا الاسم طرز التعجيرة. وتحت منه كيكون واحد الإزار أيضا مطروز بالرندة، وفيه واحد الزخرفة معينة معروفة لا بد منها. هاد الحاشيه هذه اللي كتكون تحت التعجيره كيسموها الحاجب. ثم كيكون هذه الناموسيه كامله طبعا مكسوه بداك الكسوه، والتاج من فوق لانها كتكون عندها واحد بحال القبه. وفوق هذا الشيء كله كيكون واحد النوع القماش الحريري المزركش اللي كان كيتصنع في فاس، كيتسمى المسمسم. هذا بحال واحد الستاره كبيره كتنزل من السقف باش كتغطي داك الفراغ اللي كيكون فوق الناموسيه المسمسم. المرايا مكون أساسي في تأثيث البيوت التطوانية، وغالبا ما تكون ذات قيمة ومن الكريستال الأصيل، تزين بها الصالات والبيوت بشكل يثير الانتباه والإعجاب. عندنا دائما كنفرشوا الدار التطوانية بالزرابي، بالسداوج ديالها، بالشيلان. المرايا تتبلر ضروري يكونوا معلقين بترية الفخمين اللي عندهم سنين متعددة. تعد مدينة تطوان القديمة من المدن العالمية التي عرفت شبكة التزود بالماء الشروب، والتي تعرف بالسكوندو، وهو نظام اعتمدته مدينة تطوان قبل باريس ب300 سنة. شبكة فريدة تثير الإعجاب في استغلال حكيم للماء الذي يأتي من الجبل ثم يتوزع في تطوان عبر خزان كبير يسمى الصندوق، تستفيد منه البيوت عبر معدات معروفة بمعدة القسمة والعدل ومعدة الفيض. في المنازل بطبيعة الحال هناك تزود عبر الطوالع أو الطالع إلى معدات، وهذه المعدات هي بطبيعة الحال لها أشكال مختلفة. هناك معدات ذات مشرب واحد أو مشربين أو 3 مشارب. 3 مشارب تسمى بكرع الفلوس، هذا المستعمل الذي نستعمله. ثم هناك معدة تسمى بمعدة العدل ومعدة القسمة ومعدة الفيض. وفي معدة العدل عادة تدخل إلى مكان واحد داخل المنزل، بينما معدة مثلا القسمة يمكن أن معدة الفيض يمكن أن توزع داخل أجزاء المنزل ثم تخرج إلى الخارج، تعطي تزود بيت آخر. فمثلا في هذا البيت مزود بماء السكوندو فقط للقنا المتواجد في البرطال الماء، ولكن هناك بيوتات أخرى موجود فيها القنا في برطال الماء. وهناك خاصات وسطية
بطبيعة الحال كانت في بداية الأمر مصنوعة من الحجر، ثم بعد ذلك ظهر الرخام الإيطالي كارارا الذي بدأ يستخدم منذ بداية القرن التاسع عشر، ونتحدث عن ذلك وتتحدث كثير من الرسائل السلطانيه خصوصا على عهد محمد الرابع وعهد مولاي عبد الرحمن انه كان يطلب من عامله هنا في تطوان اشعاش باستيراد مجموعه من الخاصات التي توجد اليوم في كبار بيوتات مدينه مراكش وفاس، وهي جاءت عبر ميناء تطوان او عبر تطوان الى مدن اخرى. خصوصية مائية أخرى تتميز بها بعض البيوت العتيقة بتطوان، وهي تعتمد على استغلال مياه المطر بتجميعه في جرات تعرف بالبواطي، ومن ثم يتم توزيعه داخل مرافق البيت. بواطي، فالبواطي هو الخاصية الأولى التي تعود لأكثر من 500 سنة، هو الماء المطر الذي كان يجمع في جرات، وهي على شكل إما جرات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وهناك جرات تصل إلى 10 جرات، يعني 10 ديال البواطي. وكلمة البواطي هي كلمة موريسكية، وربما كلمة البوطانو اللي هي البوطة مأخوذة من هذه الكلمة، لأن بوطة الغاز ظهرت فيما بعد بمئات السنين. إن عملية الحفاظ على المعالم التاريخية ارتبطت كثيرا بمفهوم ترميم البنايات فقط، وهذا ما أدى حسب الخبراء إلى نتائج سلبية لمفهوم التراث، وجعله مفهوما بعيدا عن الإنسان الذي هو أساس هذا التراث والذي يجعله يقاوم الحداثة، وهو المفهوم الذي أسست عليه جمعية تطاون أسمير. غادي نعتمدوا على المقاييس التالية: استعمال نفس المواد البناء اللي اعتمدوها في الأصل. المنزل القرن 16 غادي نستعملوا نفس المواد اللي استعملوا في الترميم. كاين من مفهوم الدعم والترميم. الدعم باش ما ينهارش المشروع المنزل، والترميم هو الحفاظ على العناصر. مع الاسف وزاره الاسكان ولا العمران لما كيدخلوا في المنازل هذيك كيركزوا على الدعم بدون ترميم، وبعض المرات كيدعموا كينقذوا المنزل ولكن كيشوهوا المعالم الفنيه ديالو. خصو بجوج يمشي، واخا يكلف شويه اكثر ضروري، لان حنا كنهضروا على التراث اللي ما عنده ثمن. مشروع فريد يهدف إلى ترميم 5 منازل نموذجية تمثل كل قرن من القرون ال5 الماضية، بداية من نهاية القرن السادس عشر إلى القرن ال20، الذي يلخص 5 قرون من التطور العمراني والهندسة المعمارية للمنزل التطواني، وذلك باستعمال نفس المواد القديمة في ترميم وتزيين البيوت، بهدف الحفاظ على العناصر الفنية الخاصة بكل بيت على حدة. هاد الشيء هذا ديال البيوتات القديمة كيدوز بعدة المراحل في العملية ديال الترميم ديالو، واليوم مع الأسف بقاو كينتظروا الناس اللي كيرموا هذاك الشيء، لحقاش اليوم ما الشباب ما كيعطوش اهتمام لهذاك الشيء، ما كيعطوش، لحقاش الناس الكبار مشاو قليل اللي بقاو اللي كيعرفون هذا الشيء هذا. ولهذا عملية الترميم ديال البيوتات خاصها تكون عندها واحد الحس تقني باش يجي هذاك الشيء على الاصل، يبقى محافظ على الاصاله ديالو. ولا ما بقاش محافظ على الاصاله ديالو بحال اللي كتغيروا الهويه ديالو، لان كتغير حتى التاريخ كيمشي يتغير. ولهذا كيدوز بواحد عده المراحل ديال صعيب، عده مراحل. لم يقتصر الحفاظ على البيوت العتيقة كتراث إنساني على عملية الترميم وإعادة البناء، بل امتد إلى لوحات العديد من الفنانين التشكيليين الذين قاموا بذلك عشقا للمدينة القديمة ولدروبها ومناظر وزخرفة بيوتها. ومنذ صغري عشت في المدينة العتيقة، وعشت في بيت عتيق، وعرقت وعرفت الحياة في هذه المدينة بتراثها وجماليتها وحياتها الاجتماعية. ورغم أنني انتقلت خارج أسوار المدينة، فعشق المدينة وجمالية المدينة أثر في تأثيرا كبيرا لا زلت أحتفظ به إلى اليوم. وطبعا رغم أنني أشتغل على التجريد وعلى التشخيص وعلى جميع الأساليب، دائما هناك بصمة المدينة العتيقة. فألوان المدينة العتيقة مدينة تطوان لها ألوان خاصة بها. الفنون التراثية، الزليج، الزخرفة،